السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنينا عليكم كتير ورجعنا بالتير. النهارده احنا عند العملاق الذهبي واخويا احمد ابو جنى. نور الدنيا كلها حبيبي يا باشا. اخويا ريحة حبيبي يا مصري. حبيبي يا كبير. منور يا باشا. حبيب قلبي اخويا محمد شافعي العملاق الذهبي. النهارده الراجل هيمتعكم وهنوريكم حاجة جميلة تشرف جمهورية مصر العربية. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا في الجزء الأخير من قرية العملاق الذهبي. نتفرج كده مع عند أخويا محمد شافعي على الغاية الجميلة مع بعضينا كده. تمام. دي المكان اللي احنا فيه ده اللي هو تحت الغية. تمام، اللي هو تحت الغية. نتفرج برضو مع بعضينا. دي القعدة الاستراحة بتاعت الغية. نتفرج مع بعضينا ونطلع فوق. تمام، خليكم بقى معانا اهو زي ما انت شايف كده. ماشي اهي. تمام، دي الاستراحة. تمام، نطلع مع بعضينا بقى الغاية فوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بص كده هرم. بص يا هرم، بص يا هرم. ادي الهرم يا هرم اهو. الهرم يا هرم اهو اهو. تمام. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. جاية ايه؟ ايوه محمد فوزي، اهلا مسا عليك حبيبي كبير. منور الدنيا اخويا كيمو. حبيبي كبير، حبيبي يابا بنورك والله. اخويا ريحه. منور يا عم المصري والله. نشيش يابا. منور يا غالي حبيبي. اهلا مسا عليك حبيبي يا مصري. وعايزك برضو تتكلم في فكره الكرتونه دي. والله العظيم يعني الكرتونه ممكن في ناس يعني ايه تستقلل بيها، بس والله يا جماعه لها ميزه معينه جدا. طب نعرف هي ايه؟ طيب احنا اتكلمنا فيها بس ما فتحناش فيديو. نعرف هي ايه؟ بص يا جماعه، انا جبت طريقتين في عيشتي، يعني الحمام كله كان بيقع يموت مني. تمام. ماشي، اللي كان بيعيا واللي كان بيتعقد واللي كان بيتروش. انا كان عندي عش قديم هنا في البيت القديم. وافتكرت اللي انا كنت بربي حمام برضك في الكرتون. تمام. نزلت برضك عند واحد حبيبي، جبت كرتونه براون بتاعت خلاط براون. تمام. وجبت طريحه زغاليل. حلو. حطيت فيها الزغاليل، بقت بقفل على الزغاليل من الساعه، اكلفها الساعه 3 العصر، تقفل عليها ما تفتحش الا تاني يوم الساعه 10 الصبح في الشمس، في الشمسيه. تمام. انت ما تجيش زي ما تقفل على الحمام العصر وتطلع الساعه 7 الصبح تقول لي انا هفتح على الحمام. ايوه. الجو بقى ساقع. تمام. فرد حمام ياخد منك وضع برد. كل سنه وانت طيب. مع السلامه. افتح الساعه 10 الصبح الحمام في الشمسيه، الحمام يطلع على العرق يتدشر ياخد براحته، ينزل بطلع الحمام جعان طبعا، انزل ارمي له شويه الذره اكل، فشد الستاره. بيتكلف في الكرتونه ولا في الارضيه؟ لا في الارضيه. تمام. بقرا عامل له كده يلا ويطلع. والله يا مصر زي ما بكلمك كده، يطلع يحط يقف على الكرتونه ويروح محبس. الصلاة على النبي. يقف على الكرتونه ويروح محبس. دي بتحفظ لك الزغلول من المرض ان هو ما يقعش. ولا الهواء ولا برد ولا عين تتعب ولا يسرمل ولا اي حاجه من العيال. بص والله ال 15 زغلول طلعوا والله 15. الله اكبر. الله يعني كانوا ممكن فرجتنا عليهم صلاة النبي. الله اكبر عليهم، وانت ديك شفتهم في النش برضه. الله اكبر عليهم. الله اكبر. ربنا يعني هي فكره حلوه وجربوا، مش يعني مش تخسروا حاجه. هي مدارس صح. والله على حسب ما تعود ابنك. الله ينور. ممكن انت بتنش، بس انا حبيتها ليه. وبرضك الشتاء الجايه برضك هربي برضك في الكرتون. والله هجيب برضك طريقه واحطها في الكرتون. الله ينور يا معلم. ماشي يا مصر. حبيبي يا ريح. حبيبي يا مصر ومنور هنا والله. حبيبي كبير، منورين بيكوا والله. اخويا محمد ايه يا معلم؟ حبيبي كبير، منور الدنيا كلها. منورين ابو خلص والله يا رجاله. الله يخليك يا معلم. نتفرج كده، خش جوه. تعالى يا باشا نفرج الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا معلم جاي. الله صلى الله عليه وسلم. طب يا جدعان خليكم معانا برضه يا جدعان. هنوقف برضه عشان الاذان وهنرجع لكم تاني. الله صلى الله عليه وسلم. طب يا جدعان خليكم معانا. خش اتفضل كده يا معلم. اهو نكمل اهو. خلصنا بعد الاذان. معانا اخويا محمد شافعي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله ينور. دي بقى المساحه بتاعتها كام في كام؟ دي 8 في 7 ان شاء الله. 8 في 7. كام باب بقى كده؟ والباب مساحته قد ايه؟ دول 180. 50. تمام. باب الزاويه متر بالظبط. باب الزاويه عشان تاخد الزاويه الميته. عشان اخد الزاويه بدل ما هسيبها، لا اعملها وتبقى لو في فرد مثلا طويل. طبعا كل الامر اللي اغلب الحمام بقى سايبينه كله وزاره. صلاه النبي. لو الله. في فرد مثلا عيده، مثلا في عيده ممتازه في يبقى في الباب ده، وفرد حمام مثلا
عالي قوي، فيبقى برضه في الباب ده برضه طب برضه مرتاح. بالنسبه مثلا للمصاطب الكلام ده لا لا عامل مش عامل ولا مسطره. مش عامل مصاطب. لا لا هو الباب، هو باب الزاويه، هو ده الباب اللي عندي الوحيد. بس انا بالنسبه لي هخليه باب بس كده بقى، لسه ما حطيتش فيه حمام. بسم الله. هو ده هيبقى باب فرد بس. بسم الله ما شاء الله. مسطبه ما بحطش على المسطبه خالص نهائي. انما بعد كده البيبان بقى كلها تلاقي زي ما انت شايفها كده، باب 50 في 50. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صلاة النبي الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نار الدنيا كيمو. حبيبه كبير، حبيبه كبير، حبيبه كبير والله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. أرضية برضو شكلها صلاة النبي الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وده داير ما يدور كده. لا بالنسبه لي هو باب الزاويه بس اللي كبير. باب الزاويه كبير بس بدل. لا بالنسبه لي انا خلينا هي تبان الزاوية 100 مش هسال لا المصطبه فيها مشكله. فرد الحمام بيتهان جوه المصطبه. فرد الحمام عشان بيبقى مجموعة. بيتهان بيخنشر وشكله ما بيبقاش حلو ويبوظ ريشه، لان الكل بيضرب في بعض، الكل بيضرب في بعضيه، ريشه يتكسر. الشكل الجمالي بتاع فرد الحمام اصلا عامل زي الطفل لما بتسيبه في الشارع. واحد لما بتحطه كده في الشقه بتاعته ايوه او بتربيه تربيه مثلا حلوه، فده بتلاقيه نزيف محفوظ، وده بيبقى متبهدل طبعا بسبب اللعب في الشارع هنا وهنا. فرد الحمام زي كده. بسم الله ما شاء يعني الله. فرد الحمام لو بيكون في باب هو بيستف ريشه ويظبط نفسه، بيبقى واقف كده الباب بتاعه على الخنجر بتاعه واقف مرسوم مظبوط جميل. انما فرد الحمام جوه المسطره بيبقى متبهدل. لان انا قبل كده انا اصلا كنت بنشي مسطره بس. من بعد ما جربت البيبان مفيش، لغيت الفكره دي في الغيه بتاعتي القديمه. اخر حاجه كنت بنشيها كان 60 باب، كل فرد في الباب بتاعه. فرد الحمام طلع من المسطره، اتحط في باب وحبست بيبان. فرد الحمام بعد 3-4 شهور فرد الحمام اتغير عن شكله في المسطره نهائي. بسم الله ما شاء الله. ده فتره بسيطه. انما انت بقى تفضل تحبس في المسطره، فرد الحمام يخنشر ويضرب في بعضيه وريشه يتكسر ويعشق بعضيه. فمش حلو. فالاحسن انت بتحب تربي في باب. انا بالنسبه لي انا اللي هو باب الزاويه بس اللي كبير، بس هيبقى باب لذكر واحد بس. تمام. الذكر السرح مثلا في طول؟ في طول. فرد حم برضو يعني الفرد حم اللي فيه عيضه او فرد حم مثلا عالي قوي، يعني عايز اهتم بيه شويه فاديله الباب اللي هو الواسع، الباب اللي هو الكبير. مش هقول عليه مسطبه لان مش حابب كلمه مسطبه في الغايه خالص. بس النش عشان برضو ما حدش يزعل يعني مني. ايوه النش ده تدريب، فانت صح. ومزاجك عايز مسطبه ده شيء يرجع لك ده. بس انا جربت دي وجربت دي. هي المسطبه ما جاتش معاك بس حبيت انت البيبان. عجبني. المصاطب ممكن للزغاليل، انا بالنسبه لي عشان المكان عندي عالي، فاي زغلول عندي لو طلع هنا عشان ما يتضربش بتاع مش هعرف يطلع الجهه تاني. فانا بالنسبه لي بنش الزغلول وعايز اخليه ابن العشه وكده، فبنشه تحت عندي من اللفت، يبقى واخد الغايه من اولها، يتنقل بقى من تحت من المشتفين اللي هنا، بيبقى شايف الدنيا حواليه، طلع على العرق عارف الطريحه اللي معاه خير. ما طلعش من نفسه وانا اللي طلعته وهو واقع، بينزل تحت المكان الاساسي صح، بدل ما يضيع مني. لان انا في الاول طلعت برده كام زغلول، في زغلول وقعت ما قدرتش تطلع فطبعا ضاعت. بالنسبه بقى طبعا للذكور او كده اللي بيحب ينش، فطبعا الذكر مش محتاج عالي وواطي، كده كده كتفه شايله فيقدر يرجع صح يعني. غير الزغلول غير الزغلول غير الزغلول. فانا بالنسبه لي هنا طبعا بامر الله اخلي كل الطرحه بتاعتي ان شاء الله هتبقى شبابات باذن الله بامر الله، سواء فرخي او ان انا واخدها برضه من عند حد برضه محترم من الناس انا اعرفها، ان شاء الله هتبقى شبابات عشان يبقى فرد الحمام برضه ابن العشه من او يبقى العشه بادئه جديد والشباب طالعه معايا هو لسه صغير وتكمل معايا نفس اطول، ويبقى معايا مثلا السنه الجايه او بدل ما اجيب ذكر بدل ما اجيب ذكر لو جبته برضه بيبقى حتى لو الجدع لو قعد عندك
ما مش هيقعد بتشجعوش. مش هيقعد وقت برضه زي مش هيقعد زي الشاب. لا الشاب بقى انت معاك بقى تقعدوا سنه 2 3 على حسب ما انت بقى بتدربه، وعلى حسب بقى تدريبك انت، او انت شايف فرد حمام طبعا بتاع النش بتحتاج ان عينك تكون عليه، بالذات هو طاير اكتر من اي حاجه. ان فرد حمام في النش بقى كان كتفه مع اخواته بيخرج بره كده مريح تعبان، فانت لازم تبقى عينك عليه دايما عشان ما يضربش منك. عينك في حمام صح. فلازم عينك طبعا على حمامتك سواء عامه طايره او في السلاك. في السلاك. الله ينور عليك يا كبير. حبيبي يا مصر. تسلم تسلم عليك. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جدعان شفنا غية العملاق الذهبي، بسم الله ما شاء الله، حاجه تشرف يعني جمهوريه مصر العربيه كلها. الله ينور الله ينور، شرف جمهوريه والله. بسم الله ما شاء الله. اتفرج كده برضه على جنب. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، صلاة النبي الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. زغلول اللهم صل على النبي كده، وفرد حمام كتفه حلو يعني جميل. والله اكبر يعني برضك يعني بسم الله ما شاء الله. مش الحامل اللي مش في عياده مش شرط انه ما يطرش. انا تمام. فرد حمام ده عندي الله اكبر عليه يعني حلو، بس برضك محافظ عليه لان الغزار ما عايز بتدوس عليه غير لما يخلص ريشه خالص. تمام بعد صح. كده هيبان بقى واخد بالك معاه. وبرضه زغلول يعني في الارتفاع زي بتاع ده طلع والدوره حوالينا قشه ونزل، فبصراحه يشكر ان انا في كتر زغاليل خير. طلعتها ما كملتش. ده يعني اللهم بتصبر صل على عليه النبي برضه زغلول فيه الغزار. أهو. بسم الله ما في شاء حاجات الله. كانت اقصر منه وكتفها الله كان ما جامد بس ما الله اكبر. ما كملش معايا بصراحه ووقع وما قدرش يطلع. انت بتتعلم برضه يعني بتشوف لا، ايه أنت اللي بيجي ويجي. زغلول او الشاب لما بتجيبه لازم تصبر عليه، صح. لان هو لسه ما هوش ذكر كبير ان انت تعاتب عليه. انت بتحكم على فرد الحمام انه كتف بعد ما- جامد او غيره لما يخلص ريش لما يخلص أيوة. ريش، فما تزعلش على زغلول. ما تجيش عليه وتحكم عليه وهو لسه زغلول. ما تحكمش عليه ولسه زغلول، صح. لان هو لسه زغلول عامل زي العيل كده يحب يتنطط هنا وهنا، فانت لازم تحافظ عليه ما تسيبوش على عرق كتير. وفي نفس الوقت برضك يعني عشان برضك الجو حر وكده تفتح له بدري، وان كنت هتسيبه بقى برضك في المغارب كده تحت الروج بس بحيث برضك انه يقرا تحت العرق برضك مفيش مشكله. او لو انت عايز طبعا هتسيبه وعايز كتفه يكون جامد هتسيبه معاك بقى انت بقى الصبح معاك تفتح له بقى الساعه 7 او 6 او الساعه 8. كل ما يكون بدري كل ما يكون افضل. تديله حصه تديله حصه، بتديله ساعه بتدربه انت فيها، دي بتاعتك انت بقى على حسب بقى تدريبك بقى انت بتنش ازاي، عايز تحطه وعلى حسب برضه مواعيد شغلك. فانت بتظبط وقت ليه عشان تقدر الزغلول ان انت تديله حقه في النش. تمام. والزغلول ما تعتبش عليه او الشاب برضه ايا كان ما تعتبش عليه غير بالوزار بالذات غير لما يخلص ايش. تمام صح. تمام. ما تجيش مثلا ترقص عليه تقول ده الزغلول الصغير اتضرب مش عارف ايه رجع الحمام. فرد الحمام الجدع بيبان لما يخلص ريش. صح. يوريك نفسه. تقدر تحكم عليه. تقدر تبتدي انت تحكم عليه. صح. بعد كده على زي ما انت بقى حكمت عليه بقى فرد الحمام غلط دي بتبقى منك انت. صح. غلطه غاوي. دي غلطه غاوي. صح. انما الزغلول عمره ما كان غلطه غاوي ولا عمره ما ينفعش واحد يمسك لي الزغلول ولا عمر الزغلول واخد بالك كان يقل من صاحبه لو وقع او ضاع او ايوه ده زغلول ما يزعلش. والشاب نفس القصه. انما الذكر الكبير دي بترجع بقى ليك انت نشيته ازاي. دي بقى بتاعت الغاوي. ايوه انت نشيته ازاي او دربته ازاي دي بقى اللي بتفرق بقى انت معاك. ده ما اتجردش ولا اتحد ولا اتعمل وراح تخش بيه واتمسك. لا انت طالما جردته بقى وحديته وخليته ذكر كبير خد سكه ده طالما اديته سكه ده تعتب عليه. ما خدش سكه خلاص يبقى كده. لسه لسه طالما ما خدش سكه معاك راح وجا فيها يبقى خلاص ده لسه زيه زي الشاب زي الزغلول. الله ينور. ده فرد الحمام واخد بالك ولازم ياخد منك ميعاد ولازم ياخد منك تدريب ممتاز واخد بالك. دي بقى بترجع ما بوظش ميعاده عشان ما تديروش مثلا الساعه 4 الساعه 5. وما اي حمام ايا كان لو بتطيره الصبح لو طيرته مغارب مش هيديك طير مش ميعاده. ولو اداك طير هيتضرب منك. صح. هتضرب منك لان البني ادم اصلا نفسه ولو فضل بعد قطع كلامك برضه عم محمد لو فضل فتره برضه هيجي في مره والحمام ده كله يتضرب. كله يتضرب لان مش ميعاده. لا عشان تغير فرد الحمام ميعاده لازم برضه بالتدريب الساعات بتاعته بتدرجها له ما تاخدهالوش صح. يقدر للنار كده. لا ما تنفعش نهائي. صح
صح. والزغلول يعني نصيحه مني لاي حد برضو بينش، ما تفزعش في زغلول خالص، سيب الزغلول يروح ويجي براحته، بس ما تسيبلوش الحريه المطلقه ان انت تسيبه على عرق فتره طويله. تمام. الزغلول هتسيبه على عرق فتره طويله هيلوش كده وكده، واكيد اللي هتلاقي اللي هيلعب عليه، في ناس بتبقى مستنيه. وفي زغاليل لما بتتساب فتره كده بترنخ. الزغلول اصلا لما بيتساب برضه بيرنخ على العرق، بيتقل على العرق، بيفضل مرنخ عليه. فانت الزغلول وضع طبيعي بتديله الحصه بتاعته، بتسيبه تحت الروجه، هو طلع نزل في اول فتره بتاعته، تسيبه يطلع ينزل براحته كده بمزاجه. بعد كده بتنزله بالاكل او بتدريبك انت بقى، ايا كان انت كنت بتطير بيه طريقتك ايه. بتنزله تبوبهم، كنت بتاكله في باب او بتاكلهم جماعي في الاول، دي بتاعتك انت. تمام. انما للنار كده على طول مش هتنفع. ايوه. الزغلول محتاج تدريب، واخد بالك يعني، وتدريب بميعاد، دي اساسيات. الله ينور. ماشي. يعني الزغلول هتديله حصه منه، والشاب هياخد برضه حصه اكبر، والذكر هياخد بعد كده بقى مجهود منك ان انت تكون عينك عليه، كتفه مع اخواته مع بعضهم بيتدوروا حوالين الغيه او بياخدوا مجال مع بعضهم سكه واحده. وحاول وانت بتطير في الاول ان انت ما تاخدش مع حد، ما تستعجلش ان انت تاخد مع حد، وبالذات وانت معاك شباب او ذكوره كبيره، غير لما ياخدوا وقت وياخدوا سكه مع نفسيهم فتره، وبعد كده تبتدي تدخل في العنتين. تاخد معاك. زي دخلت 50 هتخرج 50، دخلت 30 هتخرج، ما تستعجلش على فرد حمام. تمام. بالذات طالما انت بتنش جديد، خلي بالك طويل وما تسمعش كلامنا حد ايا كان بقى، يقول لك بقى انت ده خايف على حمامتين غيره. بعد 6 شهور او اقل حاجه، انا مش عايز اقول لك سنه. ماشي، مش عايز اقول سنه، احنا خلينا في الناس اللي بتستعجل بدري شويه. بعد 6 شهور فرد الحمام طبعا هيكون خلص ريش وظبط نفسه. خلينا في البدري عشان برضو ايه يعني، المفروض الذكر بيقعد سنه بالظبط. المفروض الطريحه بتاعتك اللي انت طلعتها بتاخد سكه مع نفسها، تحاول بقدر الامكان ان انت تعمل ميعاد لنفسك، ما تاخدش مع حد عشان حمامك يحفظ بعضيه يعني. وكلهم هيبقوا اوله، وكلهم هيبقوا كوره جامده جدا. تمام. وفرد الحمام واخد بالك لو دخلوا في 1000 طريحه هيخرجوا منها ومعاهم حمام، عارفين بعض حافظين بعض. انما هتستعجل لو استجدعوا شهر او 2 أو 3 مش هيكملوا. صح. استحاله يكملوا لان ما حفظوش بعض. اللي تصنع بدري بيروح بدري. الله ينور عليك. فرد اللي هتيجي بسرعه هتروح بسرعه لانها ما استمرتش، ما خدتش مجهود. صح. عامل زي الشاب لما بيروح الجيش في الاول. اول التدريب بيبقى تعبان وزهقان من الجيش، وفي الاخر يقول لك كانت احلى ايام، وتلاقيه دايما بيصحى بدري. ايوه. وتلاقيه في مواعيده ساعه. انما اللي بعيد عن الجيش مفيش تدريب، مفيش نظام. ايوه دي تختلف. فالتدريب الحمام ده محتاج مجهود منك، ومحتاج منك وقت فاضي ليه، محتاج منك تركيز، ومحتاج عين عليه، بالذات لما ياخد سكه. لازم تطلع منها الاولى، ولازم تطلع منها الثانيه، ولازم تطلع منها الحمام اللي انت هتمشيها، ما ينفعش تقول عنك. صح. ده اساسيات. والطيره اللي تكشف عندك اول باول يا ريت تخرجها. ما فيش حاجه اسمها ذكر يطير عن تايه. صح. او تنزلها حتى تسلكها لو تلزمها. ممكن يتصنع على ذكر في الجو برضه ويضيع سوا. او يعشقوا بعض. فالشبه هيروح للشبه، يخول اللون كده. فما فيش حاجه اسمها طير ذكر على طيره والكلام ده خالص. الله ينور عليك. يعني الحاجه دي انا عن نفسي في ناس بتطير عليها، بس كل واحد برضه قلنا بأصول. بس برضه دي وجهات نظر. صح. بس انا برضه بقول اللي انا اللي انا همشي بيه، او اللي انا هعمله، او الصح اللي احنا سمعناه من الناس اللي اكبر مننا، والناس اللي احنا بنتعلم منها. الله ينور. واستفدنا منها، ولقينا ان دي افضل طريقه. واللي برضه عنده حاجات ثانيه برضه، ده احنا بنقول تدريب، بس يا ريت التدريب بتاعك ما تغيروش، لانها هتغيره هتتأذي. ده كل اقدر اقول لك عليه. يا شباب الله ينور. في حاجه كده برضو. الله يخليك يا كبير، تسلم. برضو بقول لك يعني قبل ما نقفل الفيديو، في ناس يعني تفتح الفيديو بتحب تتفرج برضو على حمامه بتاع، فاهمني؟ فرجهم برضو حمامتين قبل ما نقفل الفيديو. ماشي يا معلم، تسلم. بسم الله ما شاء الله. عايز تخليها في الباب خليها. ماشي. عايز تتفرج عليها لا في الباب احسن. خليها في الباب. حلو. فرد برضه ده ابن حمامي فرخنه. صلاة النبي. الله ماشي. ما شاء الله. ودي برضه ده برضه حته ثانيه برضه، ده فرخنه. بسم الله ما شاء الله. ثانيه بس كده معلش يا مصري. الزغلول ده لسه طالع على فكره من اللفت امبارح.
طبعا انتوا كنتوا شفتوا الفيديو في الاول اللي في الاول. فده فضل من ربنا، من ضمن الزغيل اللي طالع من تحت طلع فوق، ده اللي طالع بنفسه، واخد بالك. فرد حمزه ده كده قال لك انا هو اطلع قال لي بقى طلعت، فده كده خلاص. انما لو طلعته وهو صغير من اول، لو وقع مش هيطلع لي تاني. صح، لكن ده كده يعتمد على نفسه، ده كده يعتمد عليه. بس ان شاء الله برضو ما مش يعتمد علينا همشيه، لا لحد ما يخلص يعيش وابتدي ادربه انا زي ما اتفقنا. نبتدي برضو ان احنا ندرب فرد حمام برضو كويس. بس الزغلول لازم برضو نحافظ عليه، لان الزغلول كده هو غشيم، الزغلول والشبل. ماشي، بسم الله. بسم الله. الله. وهنا برضو في الفرد الاسترالي برضو، ده شكل قوي، فرد حمام حلو. بسم الله ما شاء الله. ده برضو ابن حمام بفضل من ربنا. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. في برضو في الزغلول الاصفر الورق ده. بسم الله ما شاء الله. الله. بسم الله ما شاء الله. في برضو في الاسود الزهر اللي تحت ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. 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 كل دي شبابات، ما شاء الله. واخد بالك. والزغلول الكشوف ده. الصلاة. وادي برضو كان عادة اهو. بسم الله ما شاء الله. ده عادة من الصف يا شباب. عادة ده الصافي. عادة، عشان في ناس بتيجي فرد حامل قاطع هتقول لك عليه الصافي. ده فرد حام ده عادة، بس عندنا ان شاء الله برضو صفات. الصلاة على النبي. ده فرد حام ساكسون سنب. ساكسون سناب. ساكسون سنب اهو، ولا هندي ولا ايه قلتوا عليه ايه؟ بس هو بيبقى ليه برضو هنا شوشه كده، كام ريش هنا كده فوق وشه على طول. تمام. فرد حام برضو شكله حلو، وفرد حام كتفه حلو. وعلى فكره حام الزينه في حام رجاله قوي، يعني برضو من ضمنهم الفرنساوي. انت برضو يعني مطبقه مع الحمام الغزار. لا فرد حام الله اكبر، يعني فرد حام حلو بصراحه، وحام بيجري يعني الله اكبر. في حام في الحمام الشامي جامد قوي. احنا بس يعني زي الباكستاني كنا بنعمل الفيديو، جامده قوي. احنا كنا بنعمل فيديو ما لحقناش، بس ايه الشويه اللي هم اللي نفتح عليهم دول. يبقى احنا برضو في الحاجات اهي قدامكم اهي، حاجه مش حاجه تغلى عليك يا باشا. حبيبه كبير قد الدنيا، ربنا يبارك لك فيهم كده وتروح لك فيهم البركه. حبيبي يا باشا. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. صلاه النبي. الله. الله. بسم الله ما شاء الله. الله. في برضو حمد، في برضو هنا برضو في مسؤول الثاني هنا تحت. بسم الله ما شاء الله. 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 في برضو بوسترات هنا اهي. بسم الله. بسم الله. الله. بسم الله. وادي برضو هنا برضو في مسؤول الثاني. وادي هنا برضو فرد هنا. وادي هنا برضو قاعدات هنا برضو هي الصور. الله. 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 بسم الله. وهنا برضو في حته مرقع شقف. الله. صلاة النبي. الله. بسم الله. بسم الله. الله. بسم الله ما شاء الله. وعندك هنا ما شاء الله ده نيش. ازرق قطيفه. الازرق لطيفه. عندك هنا مسود. بسم الله ما شاء الله. هنا كان عندي باب مسويد هنا استرال ابيض برضو. الله. بسم الله ما شاء الله. شفناه. وهنا كده في اسود برضو. الله. وفي هنا برضو اسود تاني. الله. في هنا برضو نقش. الله. ده نقش. سنة. بسم الله ما شاء الله. صلاة النبي. الله. بس ده زي لسه الزغلول ده. كل دي شبابات، واخد بالك ما فيهمش كام بقى ذكر او اتنين كده معاهم في البيبان كده بالخطأ. ماشي. ده ذكر كبير، بس ده ذكر كبير اسرائيلي. اسرائيلي. ده عنبر اسرائيلي. رجليه بتبقى عاليه كده رجليه عاليه ورقبته عاليه، بس هو فرد حام في الباب مش واخد راحته. فرد حام لو بره الله اكبر هتلاقيه يعني اطول من كده. هو في النش ده كويس. في النش ممتاز جدا. الصلاة على النبي. ممتاز جدا جدا. على فكره فرد حام ده اصلا ابن حمام من سنين بطيرهم. وده احمر تاني برضه. الله ما شاء الله. وادي هنا قطعه والصابون. الله. الله. بسم الله ما شاء الله. وادي مسوي هنا كمان. ودي هنا مرقعة والله أكبر، يعني فرد حمام ابن حمام وفي دم حمام عالي أوي. هنا برضو قاعدة مسلم. سيبربيري. الصلاة على النبي. ربنا يطرح فيهم بركة كده يا رب. الله. الله. هنا أزرق تاني. ودي برضه هنا مسود هنا تاني.
ماشي. ودي هنا برضه حته برضه احمر تاني بتاع الطور برضه، ده اخوه كان فوق. ده اخو اللي فوق. بس صح؟ ده العش الاول صح كده؟ هو اللي فوق العش الاول ده اللي ده اخوه اللي صغير منه. ده اللي اخو اللي صغير عشان انا واخد الذكوره من الحمام. صرف النبي الله. في ناس تاني برضه كمصريين. ماشي. ودي برضه بسم الله ما شاء الله. الله. برضه في حمام النش بتعمل الدبله والكلام ده؟ لا لا في النش بقى تختلف برضه في حاجه يعني؟ لا في النش مش محتاج طبعا ان انت كده مش فرد حمام فريق. بس طبعا كتر الحمام على عرق في دبله ان شاء الله بحطها في الحمام كله ان شاء الله، بحيث ان اعرف الفرد حمام بتاعي من فرد حمام غريب، لان طبعا بامر الغعاش زي ما انت شايف انا كبيره، فيبقى 180 فرد حمام بس سايبين في المكان، فصعب طبعا ان انت تعرف حمامتك، والحمام طبعا كلها بشوه بعضيها على عرق، ممكن تاخدش بالك بحاجتك. واحده كده. فان شاء الله ممكن يعني بامر الله يبقى في قلبها مثلا دبله كده، بحيث ان انت تبقى عارف الفرد ده من الفرد ده لو في حاجه انت محططها او كده. تمام ماشي. تعال رجاله كده يلا كيمو. يلا يا باشا كده نقفل الفيديو. حبيبي يا باشا. مسوا كده على الناس كده. احلى مسا على مهندس حبيبي يا كبير. اهلا محمد. مسا على المتابعين كمصري. حبيبي اخويا محمد فوزي. حبيبي يا مصري. حبيبي يا كبير. والله انتوا منورين الدنيا ومنورين قناتكم. حبيبي. وكلكم احترام والله العظيم، والنهارده احنا اتكيفنا بالصلاه على النبي باحترامكم. معرفتك انت ما شاء الله الله يخليك وبهوايتكم الجميله. نورت ابو النمرس. الله يخليك. انت ومحمد والله نورت. الله يخليك يا كبير. حبيبي يا كبير. الله ينور. محبتكم محبه الناس دي بالدنيا كلها والله. معرفه الناس يعني عايز اقول لك دي كنز ما فيش بعد كده. صح. ويعني نصيحه يعني خليك يعني واخد بالك، يعني خلي المحبه موجوده في الحمام، لانها بتخليك تستمر واخد بالك اكتر. والناس بالناس. والحمام برضك يعني بيعرفك بناس يعني جدع واخد بالك، والناس الجدعه بتتعرف عن طريق برضك يعني. وعندنا ناس هنا برضك يعني في ناس هنا جات لي من ابو سير، وفي ناس جات لي من اسكندريه. ربنا يحبب فيك الناس يا رب. وفي ناس جات لي من المنصوره واخد بالك، وجم قعدوا هنا معايا، ناس محترمه جدا وجايه والله حب في الواحد، والمكان بتاعكم اي حد يجي ينورنا وان شاء الله اشكرا على الكلام. مشرفين الدنيا كلها حبيبي يا كبير. مشرفين الدنيا كلها. احلى مسا على الناس كلها. والنهارده اتمتعنا في ابو النمرس. خليكم معانا يا جدعان. المره بقى الجايه خليك بقى تطلع انت اللي تمشي الشباب بتاعت الكرتونه. عينينا باشا يا معلم. يعني وفي ناس عندنا هنا برضه في ابو النمرس يعني ناس حبيبي يا عم كريم يعني. حبيبي عم مريم. اهلا مسا على الناس كلها. بحب امثل على عم سامح ابو ستيت، من الناس المحترمه اللي عرفتها في غوايه الحمام، والناس اللي فادتني جامد جدا، والشيخ محمد عبد العظيم. وعندنا هنا ناس كتير جدا محترمه. بس برضه على اخواتك. كل اخواتي عامه وكل الناس اللي عرفتها ناس محترمه جدا، واحب امسي على الناس برضه اللي عندنا من ابو النمرس، ان كان حسن حسني او محمود اخو الناس الجدعه. الناس الجدعه عندنا ناس جدعه كتير جدا. واسمك يا كريشنا النهارده اتذكر بالخير كتير والله العظيم. كريشنا ده بقى كريشنا ومحمود العوض. والله كريشنا ده اجدع واحد تقعد معاه حبيبنا. واحلى مسا على اخويا هاني اللي اتصل بينا. هاني غالي اللي هو انا ابو غالي على الفيسبوك. اقول هاني الحزين عشان برضو عشان برضو ما ننساش الراجل برضو لازم نذكره. احلى مسا على ابو غالي اخويا وحبيبي، وان شاء الله لما تيجي من اسكندريه هنقعد مع بعضينا ان شاء الله باذن الله. وهنش عندك الشبابات ريح حبيبي. هو اهم حاجه تجيب كرتونه وانت جاي. حبيبي احلى مسا على الناس كلها. قبل اي شيء برضه يا مصري يعني مش كلام والله يا مصري. برضه من الناس اللي يعني اللي وقفت هنا وقفت جدعانه قوي. الله يبارك لك. هاني اللي جنبينا هنا، هاني النجار، هاني ناصر من الناس البشوات برضه يعني اللي هنا. في ناس كتير والله وقفت هنا معانا بصراحه كتير جدا. كريشنا برضه من الناس الجدعه يعني محمد سماره ومحمد كمال في ناس كتيره جدا وقفت معانا. وناس والله في ناس مش بتاعت حمام ضافت لنا انا حاجات من ضمنهم الرخام ده. الرخامه دي برضه يا جدعان محطوط برضه تحت برضه تاني في شغل تاني. يا جدعان يعني في ناس برضه بتقف. وفي شغل تاني في المطبخ تحت في الاستراحه لو كنت تفرجتهم عليه. انا فرجتهم عليه واخد بالك الحاجات والله. الشغل ده اللي قال لي اعمله واحد والله مرتاح حمام والله. في ناس كتير بس يا ريت نسمع ونوزن الكلام. صح. ويمكن الفكره انا طلعت على اليوتيوب. صح. انت طلعت على اليوتيوب يا معلم. حبيبي يا موده. طلعت يا عم على اليوتيوب يا عم. احلى مسا عليكم يا جدعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يخليكم. السلام عليكم. احنا اتمتعنا النهارده وحاجه بسم الله ما شاء الله. والله احنا اتشرفنا بحضرتك